تمام كده خلاص يعني. مبسوط يا كابتن وليد؟ مبسوطين يا كابتن وليد؟ عبد الرزاق ولا عبد الرازق الحكم بتاع الماتش النهارده خلاص؟ اتبسطت كده؟ رضيت مين بقى؟ كنت بترضي مين النهارده؟ عصام عبد الفتاح اللي طلع امبارح ولا اول امبارح كان بيعيط لابراهيم فايق ويقول له التحكيم واحنا كنا بنشتغل من تحت لكن هو كلاتنبرج بيشتغل من فوق. مبسوطين يا جماعه؟ سمعت كلام مين بقى؟ بدون منصور لما طلع يشتم في كل الحكام. بتراضوا مين؟ بتراضوا مين على حساب الاهلي؟ انا مش عارف بجد والله، يعني انا مش عارف. يعني كل ما نقول في حاجه ممكن تتحسن لازم ناخد آه، يعني انا شايف ايه، رزع كده في الارض كده، لازم نبهدل الدنيا. مش عارف بجد والله، يعني مش عارف الواحد النهارده واحد يقول ايه بجد يعني. الماتش ضيع فيه اكتر من 8 دقايق ولا اكتر من 9 دقايق، يقوم مدي 6 دقايق و6 دقايق ضيع منهم اكتر من 3 دقايق، يقوم مسافر في الدقيقه 7 ومش عاجبه، ويبص للناس اللي جايه تشتكي منه، اللي هو بص كده اللي هو اي حد قرب مني انذار، ايه تتكلم تاني، خد طرد. ضربتين جزاء في اول 10 دقايق ما حسبتهمش، ولا حتى رحت للفار، حتى يا سيدي حتى لو مش ضربات جزاء روح حتى للفار. يمكن الدم اللي عمله قفشه على وشه، ولا الخبطه اللي خدها في عينيه دي، ولا الخبطه دي يمكن كان مثلا ماسك معاه صلصه ولا حاجه ورشها على نفسه مثلا، فعشان يقول لك انا متعور يعني. طب شوف ايه اللي حصل. طب الفار يستدعيك حتى يقول لك ايه، شك في ضرب جزاء، البوكس ده جه فين بالظبط يعني، يستحق حاجه يعني؟ ولا كرة شريف ارجع بص عليها. طيب ما انت بترجع على كل حاجه في الفار، ترجع تبص عليها 50,000 مره لما تكون للاهلي. ارجع بص عليها يا سيدي، يا سيدي قول من بره يا سيدي ما تستحقش، قول للواد دايس رجله كنت هترد عليها بجون، لولا الشناوي اللي انقذها كان زمانها دخل الجون. ارجع يا سيدي. ولا بس عشان خاطر بس هي للاهلي مش على مزاجك، ولا عشان خاطر مثلا الزمالك مرزوع امبارح ومتعادل، فاللي هو لا ما ينفعش بقى يا جماعه نخلي الفرق اكتر من كده ونبوخ على الاهلي؟ صح؟ هي كده واضح يعني، شكلها كده يعني. مفيش فايده، منظومه فاشله، منظومه من اولها لاخرها من فوق لتحت، منظومه فاشله 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 فاشله. والتحكيم ده فاسد 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 فوق ما انت تتخيل. حاجه بجد تقرف، حاجه بجد واحد يتخنق بجد يعني. واحد مش عارف يلاقيها منين ولا منين، مش عارف حتى ينتقد حد، مش عارف حتى يعني يقول حاجه ولا فنيات ولا زفت ولا باب من كتر التحكيم الزباله والطريقه اللي اتعامل بقى مع الماتش ده. انتوا حاجه تقرف. انا زي ملايين النهارده يعني، عشان كده متعصب جامد. انا عندي الدوري ده كوم، وماتشات الاهلي دي كلها كوم، وماتش المصري ده كوم تاني، وماتش المصري ومدربه حسام حسن كوم تالت وكوم رابع، وذكريات هم وذكريات سنين سودة واحد يعني. ربنا يرحم ال 74. انا يا جماعه، انا الماتش المصري ده بالنسبه لي اللي هو ايه، انا ما يهمنيش بقى الاداء فني، انا يهمني كانت النتيجه. انا يجيب جون ان شاء الله حتى يجيبوه في نفسهم، ان شاء الله حتى عصفوره تنزل كده ولا حاجه تنزل كده تشوط الكره برجلها كده تخش جون. انا كان يهمني في الماتش ده النتيجه. وده زي مش انا بس، زي برضه ناس زي ملايين بيتفرجوا، وزي الالاف اللي كانت رايحه النهارده في الماتش. النهارده الناس اللي جماهير رايحه النهارده رايحه بذكريات، فاكرين زمايلهم واصحابهم رايحين بذكريات ما يعلم بقى لربنا. اللي كان لازم النهارده تطلع بنتيجه ايجابيه، كان لازم النهارده تطلع بنتيجه ايجابيه. انا بجد يعني واحد متعصب جدا ومش متعود، لو بقى يقول لك بقى انت ما تتكلمش كده ومتعصب كده وبتاع. بس يا جماعه الموضوع بقى لا يوتيوبر بقى ولا اكلمك في فنيات والضغط مش عارف من اليمين ومن الخلف و60% و30% وتصويب على المرمى والكلام ده كله. بروح اتفرج على التلفزيون واروح اتفرج على المحللين ما شاء الله يعني، بيقبضوا قد كده وعندهم داتا وارقام وحاجات تانية. لو عايز تتكلم بس فني بس، لكن انا بتكلم الكلام اللي مش هتسمعه في مكان تاني، او بمعنى اصح يعني هنتكلم الكلام مش هتسمعه في استوديو تحليلي اللي ممكن تسمعه على اليوتيوب، مش بس مش هتسمعه في استوديو تحليلي. ما بيتكلموش كده، بيخافوا يقولوا كده، لان ما فيش حد هيطلع ينتقد التحكيم ولا يطلع ينتقد المنظومه ولا يطلع ينتقد اللي بيحصل من الاداره الفنيه للنادي المصري والوضع جد اللي وقع 50,000 مره، ولا طريقه اللعب الزباله اللي بتتعمل من المصري. ما فيش حد هيطلع يتكلم الكلام ده، ولا هيقول لك الجمهور يا جماعه الجمهور النهارده حاجه بجد فخر يعني. انا النهارده كنت مستمتع، وحتى كتبت على تويتر كنت مستمتع جدا، مش باصص للماتش وقاعد اسمع في الجمهور وافتكر ايام زمان، عمال اسمع في الالتراس وهو عمال يغني وعمال يقول اناشيد وهو عمال يشجع، وصوتهم صوتهم كانوا قاعدين جنبي في الاوضه يعني، بجد ما شاء الله يعني صوتهم كانوا قاعدين جنبي في الاوضه لغايه ما بدات بقى الشتايم وبدات ايه، او يردوا على بعض، وجماهير مصر الزباله سوري يعني، وعمالين يردوا على بعض ويشتموا والكلام ده كله وبتاع، وبدا ايه الصوت يقللوه.
الجمهور رقم واحد واثنين وثلاثة وعشرة وحداشر بجد يعني انا كان نفسي النهارده نطلع بنتيجه ايجابيه. النقطه دي مش كفايه، كان نفسي النهارده نزود الفرق بيننا وبين الزمالك. هقول ايه بقى لقفشه والشحات بقى؟ مش عارف، ولا اقول ايه لشريف، ولا اقول لشادي حسين، ولا هقول ايه ولا ايه يا جماعه؟ يعني بجد فرصه النهارده اللي ضاعت دي، يعني بغض النظر بقى على اللي حصل في الماتش. يعني انتوا بتلعبوا في الاهلي يا جماعه، بتلعبوا في الاهلي، الفرص دي يعني سهله، مش محتاجه مجهود، لا سهله جدا. يعني يعني جون فاضي، والكرة جايه لشريف في اول الماتش على شمالك بعد الكوره اللي خدها قفشه، جون فاضي. شوف بس في الجون، مش مطلوب منك بس شوطها بس في الجون، يعني قدامك جون كبير عريض وانت بتلعب بيمينك وبشمالك، شوطها في الجون، كنت شوطها لي بره. ايه مش عارف تلم الكرة؟ وكمان حاجه تعصب، كان في كرة تقريبا كان ممكن يجري بيها ويخترق بيها يعني، ويشرف اختراقاته يعني اللي المفروض يعني كانت موجوده قبل كده. بيعمل دريبل برجله الشمال. يا بني لو انت عارف تعملها باليمين لما تعملها بالشمال، يعني انت عارف تجري بالكرة باليمين لما تجري بالشمال وقطعت منه، كمل الكرة كده من الكرة واقفه، اما هو معدي مش عارف ايه والكرة اتقطعت منه. وشريف بجد يعني اللي هو مش بس ما جاش، ده بيلعب ضدهم، لان هو اصلا يعني قصدي بيلعب ضدنا، بيلعب ضدنا احنا، اللي هو اصلا مش ما جاش ضدنا كمان، ده لعب نشر علينا. وقفشه طبعا هو اصلا كان فيه، يعني قفشه تاخد منه حاجه سوبر وتاخد منه بعد كده لب سوبر، يعني فاهم اللي هو يعني حاجه يعني مش عارف اقول كده، يعني ماتش كده يعمل حاجات كده يقول لك يا الله يا قفشه، الله يا سلام يا عظمه ومش عارف ايه. ويجي بعد كده ماتشات بعديه يوم واخد القدس، هو اصلا كان واخد اصلا واحده في وشه اصلا وغميه على عينه. وانا كنت عمال اقول يا جماعه هو عارف يشوف بعينه الاثنين لما يشوف بعين واحده؟ يعني حاجه يعني كانت حزن الحزن بجد، ولا حاجه تعصب يعني. بس كل ده كوم، وكرة قفشه وحسين الشحات كوم تاني. يعني انت يا قفشه مش عارف تروح تخلصها بنفسك؟ يعني انت راجل ممكن تخش بنفسك وتجري وتخلصها، مش عارف تخلصها بنفسك وتقوم باصي حسين الشحات. وانت حسين الشحات جالك بالراحه وعلى شمالك ولا انت لو شطها بكعب رجلك هتخش جون، لو بكعب رجلك هتخش جون، تقوم شوطها جنب العارضه، مش عارف تحطها تحت بين ثلاث خشبات. يا نهار اسود، في ماتش زي ده مع جمهور بيشجعك زي ده، يا خرابي. الواحد كان بجد يا جماعه هيتشل. فرص سهله بتضيعها يا جماعه في ماتش زي ده، ما ينفعش، ما ينفعش. ده انتوا لو ما عندكوش دم هتحسوا على يا جماعه الجمهور، يا جماعه الجمهور كنت حاسس ان هو قاعد جنبي. انتوا بقى في الملعب عاملين ازاي يا جدعان؟ ما ينفعش الكوره دي تضيع، ما تقوليش بقى ضغط ومش ضغط وجمهور ومش جمهورش ومش عارف ايه وبتاع. ما ينفعش، انت بتلعب في نادي الاهلي يا جدع، خلي عندك دم. انت مش مطلوب منك تعمل لي ماتش عالي وخمسه واطيين، انت مطلوب مني تلعب لي كل ماتش على الاقل تديني 8 من 10 على الاقل، مش ماتش تديني 8 و9 ولا 9 من 10 وماتشات التانيه كلها 5 و4 من 10. ما ينفعش، ما ينفعش، ابوس ايديكم يعني بجد يا جماعه، بجد ما ينفعش. فرص زي دي بتجيلنا احنا، ما ينفعش نفرط فيها. ويا جماعه وقلت لكم وانتوا عارفين وشادي حسين انت عارف اللي نزلت وكنت عايز تجيب جون وما عرفتش الكره خبطت منك، انتوا عارفين يا جماعه الدوري والماتشات دي كوم، وماتش المصري ده كوم. ده احنا ما تعادلناش معاهم زي ما قال ايمن، ايمن كاشف قال ما تعادلناش معاهم من 2016. الماتش كان دايما يخلص بنتيجه يا اما احنا كسبانين يا اما خسرانين. ما كانش ينفع نفرط في ماتش زي ده، ما كانش ينفع حاجه تحرق الدم يا جماعه. مش عارف يعني. بس انا يعني حوار مش عارف اتغاضى برضه عن حوار التحكيم والتحجيم والرخامه والغتاتة ويسيب اللعيب يقع. يعني انت كان في كور كتير قوي بتبقى فاولات لينا وبنقول ايه ما شاء الله عليه، الحكم عامل فيها اوروبي، عامل فيها انجليزي، ما شاء الله عليه، كوره يفول الفاولات ما بيحسبهاش، يقول لك خلي الكوره سريعه. وسايب المهزله والمسخره اللي بتحصل من اللاعبين المصري، والوقوع على الارض المتكرر والمرقعه والعلويه في الخروج وكل ده، ولا 6 دقايق. طب لما انت تلعب من 6 دقايق بتقول كده لكل الناس التانيه يا جماعه وتضيعوا 20 دقيقه ولا ضيعوا 50 دقيقه وهندي في الاخر 6 8 دقايق؟ يا جدعان حرام. يا كابتن وليد، يا اللي انت واللي وراك والتحكيم واللي بيسخنك واللي بيزقك واللي بتخاف منه واللي بيعمل حاجات من تحت الترابيزه ومن تحت لتحت، لموا نفسكم بقى، اتلموا بجد يا جماعه. احنا زهقنا، واقسم بالله احنا زهقنا، ويعني خلاص طلعنا من هنعمل ايه يعني اكتر من كده بجد يعني.
ارحموا نفسنا، ارحموا نفسكم شويه، ارحموا نفسكم شويه يا تحكيم، يا اداره اتحاد الكره الزفت، يا اداره التحكيم، يا لجنه الزفت، ارحموا نفسكم شويه وخلوا عندكم، خلوا عند ميتين اهلكم دم، عشان الواحد بجد فعلا زهق وقرف من اللي انتوا بتعملوه. ولاعيبه الاهلي، عشان بقى ما عادش في كلام اكتر من كده يا جماعه. احنا مش عارفين الماتش المصري كان لازم يخلص، كان لازم نكسب، كان لازم نكسب معنويا، وماتش مهم جدا لازم تكسبه عشان خاطر الشهداء بتاع 74 وحسام حسن والذكريات الهم اللي احنا كنا عشناها ايام ايام حادثه بورسعيد. ما كانش ينفع، ما كانش ينفع. وما عادش في كلام تاني يتقال لكم. ما فيش حافز اكتر من كده، ما فيش حافز اكتر من كده. لموا نفسكم يا جماعه، عايزين نفضل كده نمسك في المستوى ولا فورمه 5 6 ماتشات ورا بعض، مش ماتشين ونقع، مش ماتش ونقع. ما ينفعش، ما ينفعش بالله عليكم، احنا بجد طهقنا. الماتش الجاي لما نشوف بقى انتوا هتعملوا ايه قدام الزمالك، لما نشوف بقى هتعملوا ايه. اخر حاجه يا جماعه، انا بشكر، أنا طبعا انا ما رحبتش بيكم ولا قلت اهلا وسهلا ولا اي حاجه ولا معلش، واحد متعصب جدا. حابب بس في الاخر بس اشكر كل الناس اللي اتفرجت على الفيديو بتاع الجمهور اللي فات. الفيديو يا جماعه جايب 1800 و1900 مشاهده، ده تقريبا 5 6 اضعاف الناس المشتركه اصلا في القناه. وده بينم على ايه؟ بينم ان الناس فعلا بيهمها جدا. وبشكر فعلا كل الناس اللي اتفرجت بغض النظر بقى اشتركت ولا عملت لايكات ولا لا. انا بشكر في كل الناس اللي اتفرجت لان فعلا يهمها موضوع الجمهور، والموضوع ما يكونش فيه حد ما بيننا وموسوس جوه الجمهور. لا الحمد لله واضح ان كلامي انا وكلام ناس كتير وصل، وان الجمهور راجع تاني يبقى كتله واحده وعلى نغمه واحده، مش متقسمين. واضح ان هي بدات تبقى جمهورنا تاني، جمهور الالتراس او جمهور التالتة شمال، عشان ما نقولش التراس والناس بتزعل، جمهور التالتة شمال على نغمه واحده، ايد واحده، مش متقسمين ومع بعض. وده اللي احنا عايزينه، ان هو ده رقم واحد ولغايه 12 في منظومه النادي الاهلي. بشكر كل الناس اللي اتفرجت قبل كده على الفيديو الاخير ده بالذات. ويا ريت لو عجبك الفيديو وعجبك المحتوى عايزنا نتكلم اكتر، يا ريت امكن انك تعمل لايك للفيديو او تعمل لي كومنت تقول لي عايز لو في حاجه بتقترحها، ويا ريت تشترك في القناه. وفي الاخر شكرا ليكم، واشوفكم على خير باذن الله في الفيديو الجاي. سلام.